عثر العلماء على هذا التفجير في عام 1965 في مطبخ حمورابي. لقد كان مطبخه على الطراز الأوروبي. اكتشف العلماء أن هذا التفجير قد صنع في الصين. هذا دليل على دخول البضاعة الصينية في حضارة بابل التاريخية. لكن هناك أمور أخرى تتعلق في هذا التفجير. اكتشفنا من خلال هذا التفجير أن حمورابي كان يرتدي الحذاء القبقلي، واكتشفنا من خلاله أيضا أن شعر حمورابي كان سرحا، واكتشفنا أيضا من خلال هذا التفجير لون شحاطة زوجته هو اللون الأزرق، وأيضا اكتشفنا أن جيران حمورابي كانوا يطبخون الرز الهندي ولا يشربون الشاي بعد الغداء، واكتشفنا أيضا أن حمورابي كان يوميا ينظر إلى هذه العشبة. إنه تفجير عجيب حقا، بل إنه غريب أيضا.